هاي يا جماعة، النهاردة 18/3 ده يوم الطبيب المصري. في اليوم ده احنا بنحتفل بالأطباء والكوادر المميزة في مصر. طيب ليه اخترنا اليوم ده تحديدا؟ لأن هو نفس تاريخ إنشاء كلية الطب في جامعة القصر العيني أو جامعة القاهرة في عهد محمد علي سنة 1828. كانت إنشائها هو الهدف أو الفارق في مجال الرعاية الصحية وفي مجال الطب في مصر. وقت إنشاء مستشفى الطب العام في بدايتها كان متوسط عمر المصري من 30 ل 35 سنة. طبعا كانوا بيموتوا من الأوبئة والأمراض وسوء الرعاية الصحية. طيب بتاريخ 2024 وصل ان متوسط العمر لحد 75 سنة. طبعا بنتمنى انه يوصل اعلى واعلى واكتر بكتير، لان احنا مش الاكتر عامة في العالم، بس احنا في عندنا تقدم في الرعاية الصحية بشكل ملحوظ وبشكل كويس قوي. الدكاترة المصريين دورهم مهمة جدا عبر التاريخ عامة. من أقدم علماء الطب هو ابن سينا، ده طبيب مصري ووضع أساس أو بداية الطب عامة في الناطورة، وعنده كتاب بيعتبر مرجعي لحد النهاردة وهو القانون في الطب. ابن النفيس وهو أول عالم بدأ يشرح الدورة الدموية في جسم الإنسان. في حسن المعلم، ده يعتبر من أول الأطباء ومن أقدم الأطباء اللي بدأوا يتكلموا على العلاجات المختلفة. احنا بنتكلم في عصور قديمة قوي ما كانش فيها بقى أدوية أنتيبيوتيك ولا فاكسين ولا كل الحاجات دي. وفي القرن العشرين في أطباء كتير جدا ذكرها التاريخ واتذكرت في كتب الطب، زي أحمد زويل وده حصل على جائزة نوبل، زي مجدي يعقوب أشهر طبيب قلب عامة في العالم. في أطباء ما ذكروش في كتب الطب أو التاريخ بس كان ليهم إسهامات قوية جدا في الرعاية الصحية في مصر، زي دكتور محمد العدوي والدكتورة هالة زايد. الاتنين وصلوا لمنصب وزير صحة، والاتنين كان ليهم دور قوي جدا جدا في الرعاية الصحية. ودكتور هالة زايد بالذات لأن هي اوريدي صاحبة مبادرة 100 مليون صحة اللي حدت عامة من انتشار وباء كورونا أو إن يعني يأذي كتير من المصريين. في دكتور تاني وهو محمد غنيم، ده صاحب مركز زراعة كلى في المنصورة وهو اللي دخل عامة زراعة الكلى في مصر. وفي دكاترة كتيرة. طبعا الطب بره متطور جدا، ما نقدرش نقارن نفسنا بأحسن دول في الرعاية الصحية أو الناس أو الدول عامة اللي بيكون فيها رعاية صحية ومتوسط عمر الفرد فيها بالمية والمية وعشرين سنة. بس ما ننكرش جهود الدولة أو ننكر جهود الأطباء تحديدا في إن هم بيحاولوا يزودوا عامة الرعاية الصحية، وده بنشوفه في تطوير مستشفيات حكومية، في توسعات عامة في المستشفيات، ونتمنى التقدم والأحسن يعني الأفضل. فلو عندك دكتور صاحبك روح مس عليه وقول له كل سنة وأنت طيب. السلام عليكم.